السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل رجعت لكم فيديو جديد، تجربة من تجاربنا. النهاردة هوريكم 4 وصلات للحنفيات استخدمتهم وهقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. اول وصلة دي وصلة مش بتتحرك كتير، بس حلاوتها انها بتديكي 3 الوان، بتعرفك المية دلوقتي ايه. يعني اللون الازرق دلوقتي المية ساقعة، دلوقتي هيتحول لاخضر ان المية بدأت تدفى، هو كده ايه جاري تدفية المية. وتالت لون اللي هو اللون الاحمر ان المية كده داخلة على اقصى درجة ليها، خلاص كده المية حمراء. ده حلو جدا وحلو للاطفال، يخليهم كل شوية يخشوا يغسلوا ايديهم. ده كده اول وصلة حنفية معانا. يلا نخش في الوصلة التانية، بس ما تنسوش انتوا بتشوفوا الفيديو كده اللايك الجميل، وشوفوا عايزين اعمل لكم ريفيو عن ايه تاني. تاني وصلة ودي اغلاهم، دي وصلة بتتحرك في جميع الاتجاهات وليها 3 مستويات للمية. الزرار ده يعني كده طريقة وكده طريقة، واللي فوق ضخ جامد لو انت عايزة تنزلي حاجة من الحلل او تنضفي الحوض بطريقة شديدة اكنك بتضخي المية جامد. وصلة حلوة جدا جدا بصراحة وعجبتني قوي، وبتلف في كل الزوايا. دي اهم حاجة عندنا في المطبخ ان الوصلة تكون بتلف في كل الزوايا. تمام، يلا نخش بينا على الوصلة الثالثة. بصوا كده طريقتها جميلة قوي. دي كان سعرها مش متذكرة كام، بس هو 100 وحاجة، يعني مثلا 130 135 حاجة زي كده. هسيب لكم برضو لينك اسفل الفيديو في الوصلات دي ممكن تجيبوها منين. تالت وصلة ودي حلوة برضو عملية، بس ما كانتش غالية لحد ما، يعتبر نص سعر اللي فاتت دي. ليها مستويين كده، رشاش ومية من حنفية عادي، وبرضو بتلف في كل الاتجاهات. تمام، دي برضو استخدمناها في المطبخ، حلوة وعملية، بس تجديد مطلوب. اخر واحده ودي انا جربتها، جربت قبل كده كذا واحده بس مش موجودين معايا ولا صورت لكم فيديو اليوم بصراحه. بس دي غيرتها عشان غيرت لونها فقط، لكنها بتلف في جميع الاتجاهات من كل حته.